أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من شارع العلوم. علاقات الحب من أكتر العلاقات اللي معروفة في مستوى البشرية عندنا، وبيبقى فيه انجذاب ما بين طرفين مختلفين، ولما بيتخانقوا مع بعض وبيفشكلوا بيحصل تنافر بشكل بشع مش حابين نتكلم عنه. بس في علاقة حب أكبر بكتير، وهي القطبين المختلفين في المغناطيس. بيقربوا من بعض بشكل خيال يا جماعة، ولما بتيجي تحط قطبين متشابهين بيتنافروا جدا، وده اللي يخليني انزل الناس الشارع واسالهم هو ليه المغناطيس مغناطيس؟ حاجة تحير، بس اقول لك ليه المغناطيس مغناطيس، عشان هو مغناطيس. الله عليك، احسنت يا ابني والله. عشان في قطب سالب وقطب موجب، في ايونات مثلا موجبه وسالبه. صح، بس هل اي حاجه عندها نيجاتيف وبوزيتيف بول او قطبين موجب وسالب او قطبين شمالي وجنوبي بينجذبوا لبعض؟ السؤال زي ده عام وكبير قوي، ما ينفعش تجاوب عليه كده. اكيد محتاج شويه اسئله وتجارب خفيفه نعملها مع الناس. هيحصل ايه لو قربت المغناطيس من الثلاث معادن المختلفه دول؟ شوفي كده، لو عايزه تتخيلي قد ايه الزئبق ده كثافته كبيره. كبير جدا، تقيل قوي. بس انا عندي سؤال، هو المغناطيس بيجذب ايه بالظبط وما بيجذبش ايه؟ بيجذب المعادن. حلو قوي. عشان كده انا جايب مغناطيس وعندي كذا معدن. ادي ده معدن صح؟ ودي دبابيس مكتب تعتبر من المعادن صح كده؟ صح. ده عارف ده ايه؟ زئبق. شيله كده، امسكه. تقيل. ايوه تقيل. ايه ده؟ تقيل جدا. تقيل جدا. تحاولي كده يا ساندي. صح، شويه ميه صغيرين عاملين زي تقال قوي. ده المعدن السائل الوحيد في درجه حراره الغرفه. عندنا 3 انواع معادن زي ما انت شايف كده، دبابيس مكتب، ألمونيوم، زئبق، ومغناطيس. السؤال بقى، والسؤال للجمهور برضو لازم تجاوبوا معانا، هيحصل ايه لو قربت المغناطيس من الثلاث معادن المختلفه دول؟ هل ده هينجذب ولا لا؟ وده هينجذب ولا لا؟ وده هينجذب ولا لا؟ وده وده هيطلع يعني لا الالومنيوم لا. الألمونيوم لا، وده ده مستحيل. هيغمروا تقريبا. وده هينجذب. في النص بس. اللي في النص بس. الالومنيوم لا. طب وده؟ هينجذب. وده؟ هينجذب. لا. لا متأكدة؟ طب ودول الزئبق اللي هو التقيل المعدن السائل ده هيجذبوا؟ هم نيكل وكروم. ايوه. انت مدرسة انجلش ولا مدرسة ايه؟ مدرسة انجلش بس بفهم شوية يعني. نيكل وكروم وكوبلت وكوبلت ايوه. وايرن. قولي لي بس لا ميركوري لا. اللي في النص بس. يس. خلينا نجرب مع الحاجة اللي انتم متفقين عليها انتوا الثلاثة ان المغناطيس مش هيجذب. الألمونيوم ما ينجذبش، مع ان الألمونيوم معدن. ده كلام مظبوط جدا. لو جيت قربته من هنا حاجه طبيعيه جدا، وزي ما انتم شايفين قوه المغناطيس اللي معانا عامله ازاي. انتوا ما توقعتوش الدبابيس ليه بقى؟ عشان انت اللي قلتي له صح؟ صح، انا قلت لك ما تسمعيش كلامه. لو جيت بقى قربته من الزئبق هينجذب. الاخير بقى واللي الناس كتير ما بتتوقعهوش هو الزئبق. من الزئبق nothing happened. مش هيحصل اي حاجه. يعني هو الحاجه الوحيده اللي جذبها ايه؟ ده. مع انك انت قلت لي في الاصل المغناطيس بينجذب للمعادن. كده بقى احنا عايزين نعيد تعريف المغناطيس. في مفهوم خاطئ عند الناس ان المغناطيس بيجذب كل المعادن. المفروض يجذب كل المعادن، بس في شرط واحد. هو المغناطيس مغناطيس ليه اصلا؟ انا عايز يعني السؤال ده محيرني. ليه المغناطيس مغناطيس؟ اشمعنى المواد دي زي النيوديميوم وزي المغناطيسات الطبيعيه بتاعتنا مغناطيس؟ ليه؟ اشمعنى دول اللي بيجذبوا الحديد ليه الحديد ما يجذبش الحديد؟ علشان كان في، مش فاكره طبعا، انا بخترع دلوقتي، بس اخترعي. موضوع الكترونز في مجال مغناطيسي جواه. هو في مجال مغناطيسي من صح. الالكترونز الطايره، وانه الميتال ده أيوة. عنده حاجات بتروح تكمل الحاجات التانيه. هي قالت على فكره نص اجابه صح. المغناطيس فيه خاصيه، هو يعتبر معدن على فكره، فيه خاصيه مش موجوده في اي حاجه تانية، ان هو ذراته كلها مترتبه موجب وسالب، قطب شمالي وقطب جنوبي، يعني القطب كله الناحيه اليمين زي بعض وقطب الناحيه الشمال زي بعض. الحديد عنده ذرات مترتبه عشوائي فيها موجب وسالب، بس اول ما باجي اقرب لها بيبتدوا يعيد ترتيبهم عشان ينجذب، وعنده الكترونات كتيره قوي غير مزدوجه فبيديله فرصه. عكس الالومنيوم والزئبق ده عنده الكترون واحد بس خفيف قوي فقوه جذبه خفيفه. الزئبق ممتلئ تماما ما عندوش الكترونات مش مزدوجه فما بيقدرش ان هو ينجذب للمغناطيس. بس انا هعمل لكم فزوره ثانيه. دول مغناطيسات شايفينها تمام، مغناطيسات صغيره. الفزوره بتقول ايه بقى؟ هيحصل ايه لو ولعت في المغناطيسات دي؟ هل هتفضل زي ما هي، ولا هتقع على طول، ولا هتقع بعد شويه كتير جدا لحد ما تسود، ولا هتحرقها وهتحرق معاها دي وبص الدنيا هتبوظ مننا؟ هيقع منه بس لما يبرد هتجذبه تاني. خلينا نشوف اللي هيحصل.
الثانيه. بس لو جيت قربتيه من اي دبوس عندي فقد المغناطيسيه بتاعته. تفتكروا ليه وقعوا اول ما قربت لهم الحراره؟ الموضوع ما كملش دقيقه. يعني انا لو جيت سخنت اي حاجه في الدنيا، ميه، حديد، بتسخن. اي حاجه بتسخن، صح أيوة، كده؟ هو سخن فوق عم تمسك. هي بتسخن ليه؟ لان اي حاجه في الدنيا عباره عن حاجات صغيره جنب بعض. تعرف اسمها؟ جزيئات، زي ما ماما بتقول كده. اختها خالته ما بتقول، خالته بتقول لنا حاجه اسمها جزيئات. الجزيئات دي عامله حاجات صغيره زيكم كده، اول ما بتاخد نار تتلسع فتقعد تتحرك من مكانها. مش احنا لسه متفقين ان المغناطيس مغناطيس ويفرق عن اي حاجه في الدنيا عشان عنده كله مترتب ناحيه قطب شمالي وناحيه قطب جنوبي؟ فاحنا لخبطناه، فما بقاش في القطب الشمالي وما بقاش في القطب الجنوبي. تاخد فزوره كمان؟ اخر فزوره. تمام. ده مسمار صلب عادي جدا، بس انا دلوقتي عامل فيه حاجه. ابتديت ان انا اوصله ببطاريه حاطط قصاده ملف. السؤال بيقول المسمار ده لو قرب للدبابيس دي هل هيقدر يجذبهم ويشتغل زي المغناطيس، ولا مش هيحصل اي حاجه، ولا هيحصل شرس كهربي؟ لا مش الراجل. وانت؟ هيجذب المغناطيس. هيجذبهم. شراره. اعتقد مش هيحصل حاجه. هينجذب ولا مش هينجذب؟ هيبقى شغال زي المغناطيس. هيبقى شغال زي المغناطيس. زي مثلا لو جيت عملت كده ايوه هتلاقيه بدا يجذبها بكل سهوله. عشان المجال ليه بقى؟ الكهربي؟ اشمعنى بقى المجال الكهربي؟ احنا لسه متفقين ان الحديد ما بيجذبش حديد. ليه بقى لما قربت له الكهرباء جذبه؟ طب انا هقول لكم حاجه. حد فيكم نصحكم الموضوع ده؟ قال لك لو عندك مغناطيس قوي ما تقربوش من الموبايل بتاعك. صح كده؟ محدش فيكم فكر دي، لان الكهربيه والمغناطيسيه وجهين لنفس العمله. ما القطب الشمالي والقطب الجنوبي والقطب السالب والقطب الموجب والالكترونات، ما دي كلها اساسها كهرباء. ناحيه بوزيتيف وناحيه نيجاتيف. المجال الكهربي بيطلع لي مجال مغناطيسي، وبيزيد شده المجال المغناطيسي كل ما بتزيد عدد اللفات. ايوه صح، يا دي ايه ده؟ ايوه بقى، شفت بقى حاجات في ابتدائي واعدادي وحاجات بسيطه جدا. طب هل المغناطيس بيطلع لي كهرباء؟ لا بيطلع كهرباء. يا الله. لو انا جبت ملف زي ده وعملت كويل وحركت مغناطيس جوه الملف ده اقدر اطلع كهرباء، لان انا المجال المغناطيسي بتاعي برضو في قطبين وفي كل حاجه. هو الكهرباء بتطلع مغناطيس والمغناطيس بيطلع كهرباء. اعتقد دلوقتي انتوا شفتوا ردود فعل الناس وشافوا ازاي قدروا ان هم يجاوبوا على التجارب الفوازير الصغيره اللي احنا عملناها من اعمار مختلفه جدا، وكل واحد كان عنده المنطق بتاعه. بس في الاخر بعد ما جاوبنا الاسئله وشفنا اللي حصل عرفنا ان المغناطيس مغناطيس علشان ترتيب ذراته المختلف عن اي معدن تاني في الدنيا، واللي بيتعكس ترتيبهم اول ما بتقرب لهم الحراره. وكمان المجال الكهربي يقدر يطلع لي مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي يقدر يطلع لي مجال كهربي. والاهم من ده كله ان احنا نعرف ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم. ايه رايح فين؟ لسه السؤال بتاع الحلقه، وسؤال الحلقه من ابلكيشن نجوى اكزامز. يعتبر بسيط جدا. لو احنا موصلين سلك على مصباح كهربي، ولكن السلك دوت لفينه شكل ملف، ومعانا مغناطيس بسيط جدا، وكل اللي محتاجينه ان المصباح او اللمبه بتاعتنا تنور، يا ترى ممكن نعمل ايه؟ هل هي الاجابه الف ان احنا ممكن نحرك المغناطيس داخل وخارج الملف، ولا الاجابه ب ان احنا ممكن نحط المغناطيس جنب الملف، او الاجابه ج ان احنا ممكن نحط المغناطيس جنب المصباح الكهربي؟ مستنيينك تجاوب الاجابه الصحيحه وتاخد سكرين شوت وتحطها لنا في الكومنتات.